في البداية لازم نصلي على النبي وما تنسوش تدعوا لإخواتنا في كل بقاع الأرض إن ربنا يحفظهم. بيبدأ الفيلم مع رايا لما بتفوق وبتخرج بره غرفتها، وكمان بنسمع الروبوت بيقول فشل في النظام، وكمان النظام الاحتياطي مش شغال، وبيكون في اختراق حصل وحصلت أنشطة مريبة، ده غير إن في واحد ميت على الأرض فبتروح له وبتخرج السكينة من قلبه. في الوقت ده بتسمع أصوات غريبة جنبها، بتروح في اتجاه الصوت وبتلاقي شخص تاني ميت لحد ما بتوصل لمركز التحكم وبتشغل الطاقة الاحتياطية، فبيشتغل نور أحمر في كل المكان، وبتفتح باب وبتخرج بره وبتلاقي شخص لابس بدلة فضاء ملوش ملامح ميت، فبنعرف إنها في محطة فضائية وإنها مش على الأرض في كوكب تاني. بتحاول تنادي على أي حد مش بتلاقي لحد ما بتلمح خيال قدامها، ولكنها بتعمل نفس حركاتها وكأنها مراية، وهي في الأساس على حافة وكانت هتقع. فبتبدأ رايا تحس بدوخة فبتحاول ترجع مرة تانية للمحطة. أخيرا بتقدر تدخل وبتقفل الباب، وبنعرف إن مفيش أكسجين بره، فبتبدأ رايا تفتكر حاجات حصلت في المحطة لحد ما بنرجع لورا لما المجموعة كلها كانت متجمعة. فبيوصل ديفيز بأكل ليهم، ودي هدية منه بسبب وصول برايون للقمر الصناعي. التيم مكون من كالارك وكيفن ورايا والقائد إيدي، فبيقول لهم إيدي إحنا لازم نركز على مهمتنا، وبنعرف إنهم على كوكب KOE 442 وإنه كون غلاف جوي خاص بيه وقريب هيكون صالح للتنفس. فبنرجع تاني الرايا لما بدأت تاخد نفسها ودخلت لغرفة الإسعافات ولزقت لزقة طبية على رقبتها، وبنلاحظ وجود جرح على راسها، ده غير وجود كدمات على ظهرها. فبتبدأ تدخل الغرف وتتخيل أصدقائها جوه. أي مكان بتدخله بتشوف واحد من أصدقائها لحد ما بيتكلم الروبوت بإن الباب اتفتح وفي حركة غير اعتيادية حصلت. بتلاقي في حاجة موجودة بره، فبتاخد سكينة وبتستخبى، والحاجة دي بتدخل قدامها فبتهجم عليها وبتضربها، لكنه بيكون صديقها برايون بيقول لها أنا كنت في القمر الصناعي ولسه واصل. وبنلاحظ إن رايا مش قادرة تفتكر أي حاجة، فبيقول لها أنت بعتي نداء استغاثة بإن كالارك حصل لها انهيار نفسي وهجمت على الفريق، فبتحاول تفتكر أي حاجة لكن مش بتعرف، وبتقول لما صحيت كانت كل حاجة انتهت وإنها مش لاقية كالارك ولا عارفة مكانها. فبتاخد ملاية وبتغطي كيفن، وبنلاحظ وجود غاز كتير بره، فبيجيب برايون شنطة وبيقول لها جواها جهاز ميد بوت، جهاز بيقدم إسعافات أولية وعناية طبية. فبيبدأ يفحص رايا وبيعالج جرح دماغها بدون أي بنج وده بيألمها، فبيحاول يهديها برايون وبيقول إن الكوكب بقى موطني. بتسأله أنت إزاي قدرت تعيش هنا؟ بيقول لها لازم واحد يفضل على تواصل مع القاعدة، وبنعرف إنها مصابة في راسها وده مسبب ليها حمى وفقدان في الذاكرة. فبتقول له أنا عاوز أفتكر كل حاجة عن نفسي، وده بيخلي برايون يحاول يساعدها عن طريق المحادثات اللي حصلت بينهم لحد ما بيخلص، وبيقول لها لازم ترتاحي شوية. وبنلاحظ وجود براكين على الكوكب. بعد شوية بتصحى رايا وبتتخيل قدامها كيفن، وكمان بتشوف وحوش غريبة لكنها بترجع تاني لطبيعتها. فبيحطوا أصدقائهم اللي ماتوا في أكياس، وبتقول رايا إزاي كالارك هربت كده؟ بيقول احتمال تكون ماتت من نقص الأكسجين أو قدرت تلاقي مكان وتستخبى فيه لأن العواصف الرملية هنا قوية. فبيعرفها إن المحطة في وضع سيء، وإن أول حاجة لازم يعملوها مغادرة الكوكب، وإن تاني حاجة معرفة إيه اللي حصل هنا. دورتنا المدارية ومدار القمر الصناعي لازم يتزامنوا، وإن التزامن اللي جاي بعد 12 ساعة. فبتخرج كيفن بره وبتفتكر حاجات من اللي حصلت لحد ما بينادى عليها برايون وبتمشي، وبيسألها انت كويسة؟ بتقوله تعبانة شوية، لحد ما بتوصل لمقص واقع في بركة دم، وبتفتكر القائد إيدي وهو بيتضرب بيه، وده بيخليها تاخد لزقة طبية وبتستخدمها. في الوقت ده بتقوم عاصفة رملية على الكوكب، وبسبب العاصفة بيحصل خرم في المحطة وبيبدأ الأكسجين يتسرب، فبيلبسوا البدل وبيحاولوا يلاقوا الثقب، وده بيخلي رايا تنزل تحاول تعالج الثقب، ولكنها بتلاحظ أصوات غريبة قدامها، ده غير المكان الضيق اللي بقت فيه. فبتخلع القناع علشان تعرف تعدي، مع إن برايون بيقول لها أنت بتتنفسي سم، ومع ذلك بتقدر توصل للثقب علشان تغطيه، لكن في إيد بتمسك رجليها، بس ده كان تهيؤ ومفيش حاجة. فبتكمل لحد ما بتقدر تقفله، وبتقول لبرايون إن كالارك ممكن تكون أصيبت بعدوى اتسببت في انهيارها وخلتها تتصرف بعدوانية زي السعار أو أي عدوى تانية. كل همها تعرف إيه اللي حصل هنا، مع إن برايون عاوز يصلح المركبة ويرجعوا، خصوصا بعد ما فقدوا 30% من الأكسجين، وإن كالارك ما تستحقش إننا ندور عليها، لازم
لازم نرجع. فبترجع رايا وهي زعلانة وبتنام، وبتحلم بإنها وسط غابة ومعاها إنسان آلي بيصور، وبتفضل ماشية لحد ما بتقابل كيفن اللي بياخدها لحد حفرة وبتبص فيها بيخرج منها صوت مزعج جدا. فبيقول لها الصوت ضايقك؟ في الوقت اللي بتفوق رايا وهي مرهقة وكأنها كانت بتجري، فبتخرج لحد ما بتشوف قدامها نفس الإنسان الآلي، وده بيخليها تفرغ الكاميرا اللي فيه وتشوفها. بتلاقي أصدقائها وقت ما كانوا ماشيين سوا وهي كانت معاهم، وإنهم وصلوا للمكان اللي حدده برايون اللي مش موجود. المكان هو نفس الحفرة اللي ظهرت في الحلم، وإن موجود منها كتير على الكوكب. فبيرمي ديفيس حجر علشان يعرفوا عمق الحفرة، لكن بعد شوية بتبدأ تنور واحدة واحدة لحد ما بيخرج غاز بيفجر دماغ ديفيس، وبيخرج نفس الغاز من الحفرة كلها وحواليه مسارات كهربائية. فبيقولوا احنا لازم نمشي من هنا لأن كل الحفر بتخرج نفس الغاز وبتعمل سحابة كبيرة. في الوقت ده بيوصل لها براين وبيسألها ايه ده؟ بتقوله انت كنت عارف كل حاجة وشفتهم. فبيقول انا كنت اعرف انكم في مهمة وبعدين الاتصال اتقطع، وان المحطة بالكامل اتقطع الاتصال فيها، وده لانه كان في القمر الصناعي فوق في الفضاء. فبتقوله انا اللي قتلتهم كلهم وانا مش عارفة عملت كده ليه. فبيبعد عنها براين وبياخد حذره وبيقول لها احنا ما نعرفش مين اللي عمل كده، احنا هنا لعمل معين لاكتشاف الذكاء العاطفي، قدرنا نحقق ده ونوثقه بالادله ولازم نرجع. فبتقوله لما بخلع اللزقه الطبيه ببدا افتكر. بيقول ما كانش ينفع تخلعيها علشان صحتك وبيركبها لها، لكنها بتقوم وبتخلعها. فبتفتكر قدامها ايدي القائد وهو بيتهجم عليها وهي بتحاول تنقذ نفسها وتبعده، وده لانه ظاهر وكانه متحول. فبتاخد مقص من على الارض وبتضربه، لكن كل ده بدون فايده ومش بيوقف هجومه لحد ما بيقع على الارض وبتقتله. ورايا في الواقع بيغمى عليها لحد ما بتفوق مرة تانية وبتنادى على برايون، وهي بتقوله مش كلارك لوحدها اللي عملت كده، لكنها بتلاقي قدامها شخص ببدلة، وده بيخليها تاخد جهاز اللحام وبتستخبى في المكان اللي صلحته. ولما بتنزل بتلاقي برايون قدامها مقتول، فبترجع تاني علشان تنتقم، وبتكون اللي قدامها كلارك. فبتحاول تولع فيها بالجهاز لكنها بتصدها وكأنها فعلا متحولة لحد ما بيوصلوا للحمام. فبتحط خرطوم المية في الخوذة بتاعتها وبتفتح المية لحد ما بتتخنق كلارك وبتقع، وده بيخليها تخرجها المدبوت علشان يفحصها، وبيقول انها ماتت بسبب نقص الاكسجين من 18 ساعة. ده شيء غريب، امال مين اللي هجمت عليها؟ في الوقت ده بيتقال في المحطة ان التزامن المداري فتح ولازم تحاول تخرج علشان تمشي في مدار القمر الصناعي. فبتلبس بدلتها وبتخرج برا المحطة وهي حاطة كلارك في كيس قدامها، وبتبدأ تمشي وهي معاها جهاز المدبوت لحد ما بتوصل للمركبة الفضائية بتاعتهم وبتدخلها، وبتبدأ تشغل المركبة علشان تمشي وبتستخدم لزقات طبية، لكن المركبة مش بتشتغل. فبترجع مرة تانية للمحطة وبتفحص برايون، بتلاقي مدبوت متوقع موته بأداة حادة من 51 ساعة. فبتقلق خصوصا وإن في حركة غريبة بتحصل بره، فبتاخد معاها جهاز اللحام وبتخرج. بتلاقي قدامها دخان بيتجمع لحد ما بيظهر برايون، فبتقوله انت العدوى، وهو ده سبب كل اللي حصل، وانه ظهر اول الفيلم لما قلنا مراية ظهرت قدامها. فبيحط ايديه جوه جرحها وبيقول لها هوريك اللي حصل. وبنرجع تاني وقت ما بيحاول يتواصل معاهم على الكوكب، وقت ما الحفرة طلعت الغاز والاشارات الكهربائية لكن ما لقاش استجابة، فساب القمر الصناعي ونزل للكوكب. وبيكونوا هم رجعوا للمحطة ولقوا فيها كائنات غريبة تحت اجهزة التحكم، وبيقولوا الراية تبعد لحد ما يفحصوها. في الوقت اللي نزل برايون من القمر ووصل للكوكب وقدر يوصل لهم وبيسأل عن ديفيس، وإن القائد إيدي بيقرر يغادروا الكوكب قبل ما تنتشر العدوى وتوصل لهم. كل ده بسبب الغاز اللي سيطر على السماء، بس رايا مش موافقة لأنهم لسه ما خلصوش، علشان كده فضلت صاحية وحاولت تعرف إيه الكائنات دي. فخدت عينة علشان تفحصها، تكنولوجيا قادرة تقرر نفسها. فبيوصل لها إيدي علشان كده بتخبيها، لكنها قدرت تتكرر وكسرت الزجاج اللي هي فيه ودخلت لإيدي وحولته. وهنا عرفنا هو ليه هجم عليها وهو متحول، وده كله بسبب رايا لحد ما قتلته. بعد شوية وصلت المجموعة وشالوها، ولكنه بيكون ما ماتش وبيمسك كيفن وبيضربه، وكلارك بتسيبهم وبتجري. فبتحاول رايا وكيفن يضربوه، لكنه بيكون قوي جدا لدرجة انه بيضربهم لحد ما بتقدر رايا تخلص عليه وبتقتله. فبتنزل العدوى وبتوصل لكيفن، وده بيخليه يضرب رايا اللي بتفقد الوعي. في الوقت اللي بتوصل لهم كلارك بالبدلة وبتزقه، ولكنه بيمسكها وبيضرب فيها. في الوقت اللي بيوصل فيه براين وبيشوف اللي حصل،
يوصل، علشان كده بيهرب لتحت المكان اللي اتخرم. ولكن كيفن بيوصل له بماسورة وبيضربه على دماغه لحد ما بيقتله. فبتقوم رايا وبتلبس كلارك خوذة جديدة وبتقول لها تهرب، فبتخرج وبتحاول تمشي وهي بتاخد سكينة وبتستخبى لكيفن لحد ما بيوصل لها، فبتطعنه في قلبه وبتقتله. فبتخرج منه العدوى وبتوصل لرايا ودخلت لدماغها عن طريق الإصابة. طبعا بكده احنا عرفنا كل اللي حصل في المحطة، ازاي ايدي مات وازاي برايون مات وايه اللي حصل لرايا وازاي العدوى وصلت لها. وده شيء استرخى في مخها وبدأ يوجهها لحاجات معينة، زي انها تاخد ادوية معينة تنسيها وتنام وتصحى في مواعيد معينة. فبنرجع تاني ليها وهي قدام العدوى اللي كونت نفسها على شكل برايون وكانت معاها طول الوقت. فبتقول انا مش عاوزة افضل كده، وبتبدأ تفوق مرة تانية لما بتختفي العدوى في الوقت اللي بيتقال في المحطة ان مستوى الاكسجين انخفض جدا. فبتاخد رايا ميدبوت وبتشغله، فبيبدأ يفحصها وبيقول في شيء مريب في المخ وده بيخليها تطلبه يخرجها. فبيبدأ ميدبوت يدخل لدماغها رغم ان الاجهزة بتقول انها ماتت. بتفوق مرة تانية وهي بتفتكر كل ذكرياتها اللي اثرت عليها العدوى وحولتها لمزاجها. اخيرا ميدبوت بيقدر يخرج العدوى من دماغها وبينقذها. بعد شوية بيقوم براين وراها وده لان العدوى انتقلت ليه، وبيبدأ يهجم عليها وهو بيمتد. فبتاخد مفك من على الارض وبتغرزه في دماغه وبتلبس بدلة علشان تهرب. ولكن براين بيخرج المفك وبيحاول يهجم عليها تاني. المرة دي بتاخد سكينة وبتضربه اكتر من مرة لحد ما بتخرج وبتاخد جهاز اللحام، واول ما بيقرب منها وبيمسكها بتولع فيه. وبكده قدرت رايا تولع في المحطة وتنقذ نفسها. فبترجع مرة تانية لمركبة براين وبتشغلها طبعا بعد ما عرفت مكانها، وبتمشي مرة تانية للفضاء في القمر الصناعي بعد ما خدت كل الأدلة اللي بتثبت ان كوكب KOE 442 فيه ذكاء عاطفي. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في أمان وسلام. سلام.